الو كابتن هاني سعيد. ازاي حضرتك يا كابتن هاني؟ اخبارك ايه؟ كنت عايزك في حاجه مهمه معلش. انتوا طبعا هتلعبوا الزمالك يوم الجمعه اللي جايه. مفروض الماتش ده يتلعب بدون جمهور. طبعا جمهور الزمالك في ماتشين في الدوري شتم في المدرجات، واللائحه بتقول لو الجمهور شتم مرتين ياخد مباراتين بدون جمهور، وطبعا مباراتك تكون اول مباراه. طبعا حضرتك تقدم شكوى الصبح في اتحاد الكوره وتلعب الزمالك بدون جمهور، ده حقك طبعا يا كابتن هاني. عادي؟ هو ايه اللي عادي يا كابتن هاني؟ ده انا بقول لك حقك ومش عارف ايه. لو قدام الاهلي بس يعني لو الموضوع قدام الاهلي كنتوا قدمتوا شكوى لكن زمالك اي نادي تاني مش فارق. طب انتوا مش مفروض يا كابتن هاني انك بتدافع عن مصالح بيراميدز؟ مصالح بيراميدز قدام الاهلي بس. يعني دي التعليمات اللي جايه. ايوه لكن زمالك اي نادي تاني مش مشكله، يعني مفيش مشكله. انت كده وضحت لي الصوره برضو يا كابتن هاني. حاجه ضد الاهلي والله. افتكرت الماتش الاخير اللي مع الاهلي في 4 تنفار حضروا زياده عن العدد بتاع الجمهور بتاع الاهلي. ايوه طبعا متاكد يا كابتن هاني. 4 تنفار من بشتيل، هم عارفهم. الواد بتاع الامن بتاع استاد القاهره ده يعني واخد اختهم يعمل بيها ايه؟ يعني قصدي متجوز اختهم يا كابتن هاني، فطبعا دخلهم كده ال4 دول بدون تذاكر. فدي طبعا نقطه في صالحك لو قدمت شكوى. بالظبط، هتقدموا شكوى بكره في اتحاد الكوره. تمام. ويا ريت كمان يا كابتن هاني شكوى في الفيفا وفي المحكمه الرياضيه او المحكمه الاستوائيه. تمام. يعني اي حاجه ضد الاهلي بس. تمام يا كابتن هاني. ربنا يكون في العون، يا انتوا بتتعبوا قوي والله. وسلام الكابتن ممدوح عيد وكل الاخوه الافاضل يا كابتن هاني. في رعايه الله حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. شفتوا يا جماعه؟ بيراميدز ما بيتحركش الا ضد الاهلي بس، عشان حضراتكم تريحوا نفسيكم. يعني بيراميدز ليه حق اصيل ان الماتش الجاي اللي هيتلعب يوم الجمعه يلعب الزمالك بدون جمهور، ودي نقطه في صالحه. طبعا احنا عارفين ان جمهور الاهلي او جمهور الزمالك بيكون عامل قوي مع الفريق، فانت تقدر تستفاد من النقطه دي وتلعب الزمالك بدون جمهور، تقدر تعمل نتيجه ايجابيه. لكن طبعا الزمالك لا، اي نادي في مصر لا، احنا عايزين الاهلي بس. كابتن هاني طلع طبعا وقال لك احمد توفيق وده مش طرد واتطرد ظلم، ومحمود البنا ومش عارف محمود بتاع المحاره، ونسي ان نفس الحكم قدام بيراميدز برضه والاهلي عمرو السوليه اتطرد من 3 سنين وبرضه في الشوط الاول ومحدش اتكلم ساعتها. خلص من القصه دي، دخل على القصه الثانيه قال لك ده المهاجم السلوفيني جراديشار بتاع الاهلي ده ما تسجلش ومشاركته غير قانونيه ومش عارف ايه وهنقدم شكوى. هو انت ما بتشوفش الا الاهلي بس؟ هو ماله الاهلي؟ الاهلي موقفه سليم 100%. لو في خطأ زي ما انتوا بتقولوا هيكون من اتحاد الكوره، وكبرها اللي هيحصل ايه؟ المباراه هتتعاد. يا ريت المباراه تتعاد، ده جمهور الاهلي والنادي الاهلي نفسه المباراه تتعاد عشان يقدر يكسبك في الماتش ده. لكن اي حاجه قدام الزمالك مفيش. قبل كده كان في اخطاء تحكيميه وانتوا بتلعبوا الزمالك وخرجتوا مفيش كلام، شدتوا بلاستر ولا كأن ليكم اي حق. لكن الاهلي لو اي حاجه صغيره قد كده صياح ومكالمات ومداخلات وبيانات وقصص وتقوموا الدنيا، ما تقعدوهاش. يا عم شيلوا الاهلي من دماغكم بقى، كفايه بقى. بقيتوا مفضوحين قدام الناس ومنظركم بقى وحش قوي. بقى انت ليك حق يا راجل يا مفتري، يا اللي بتقبض فلوس علشان تدافع عن حقوق نادي بيراميدز، ان انت تلعب الزمالك يوم الجمعه من غير جمهور وما خدتوش ولا خطوه. ده بصراحه حاجه تجنن العاقل، يعني اي بني ادم عاقل يتجنن. الامور كده خلاص بقت ببجاحه كده. مالكش دعوه، احنا قصتنا قدام الاهلي بس، اخبطوا دماغكم في الحيط. هو الاهلي مش هيخبط دماغه في الحيط. الاهلي كل الكلام والنمر اللي انتوا بتعملوها دي ولا شايفها اساسا. الاهلي مكمل في طريقه وفي بطولاته ولا شايفكم من الاساس.
فانا بس حبيت اوضح للناس واوري الناس ان انتوا قصتكم كلها عشان الاهلي. بيراميدز انشئ من اجل الاهلي، بيراميدز انشئ من اجل الاهلي بس، خلاص عشان نختصر على الناس. في النهاية بحب اشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.